حيث أعلن ليو أنه لا يريد تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، وأنه يريد العودة إلى برشلونة ليس من أجل لابورتا والإدارة، بل لأنه نسي يطفي البويلر قبل لا يسافر على باريس وخايف من فاتورة الكهرباء تيجي غالية. كاد النجم الفرنسي كيليان امبابي. السلام عليكم أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج وفي نشرة الأخبار الجديدة الأسبوعية التي تأتيكم من هون من عندي إلى كل مكان، إلى أبرز العناوين. أندرياس إنيستا يبعث رسالة كلامية لمتابعين هذه القناة ويشكر بها المشاهدين. أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان وسيذهب إلى فريق يدعى لابورتا. يحرج بيكي على البث المباشر ويسأله مع من تفضل النوم، مع شاكيرا أم مع ريال مدريد. قد تم الإعلان أن داني ألفيس تم سجنه من 4 سنوات إلى 12 سنة في تهمة الاغتصاب. بيبي اللاعب البرتغالي السابق لريال مدريد واللاعب الحالي لبورتو يأخذ كرت أحمر ويطرد، ويشرح لنا الأسباب. قال المدرب تنهاج أبو صلعة البيضاء قال عن رونالدو إنه لاعب كبير وأسطورة، لهذا ذهب إلى نادي النصر السعودي. ورد عليه رونالدو. أعلن رئيس الفيفا انفانتينو اللي هو فرض عقوبات على نادي برشلونة. هو هذا اللي ناقصهم. في صدمة لعشاق نادي برشلونة. أحبكم أيها الجماهير، لكن لابد من وجود لاعبين أمثال بوسكيتس كبار في العمر لأنهم أصحاب خبرة وتجربة. وقبل انتقالنا إلى الأخبار وتفسيرها، رجاء حطوا لايك شير سبسكرايب. وقد أرسل النجم السابق لنادي برشلونة أندرياس إنيستا رسالة شكر وحب ودعم لأصحاب هذه القناة، وقال لا تنسوا تدعموا هذه القناة بلايك وشير وسبسكرايب. أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل أندريس ميسي أنه لن يجدد عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان. شو في نادي حالي وسابق، حيث أعلن ليو أنه لا يريد تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، وأنه يريد العودة إلى برشلونة ليس من أجل لابورتا والإدارة، بل لأنه نسي يطفي البويلر قبل لا يسافر على باريس وخايف من فاتورة الكهرباء تيجي غالية. كاد النجم الفرنسي كيليان امبابي الكبير الصاروخ العريق بعدما سألوه بعد تسجيله ل5 أهداف كيف فعلت هذا ولماذا كل هذه الأهداف، فقال لهم بصوت واضح وصريح: أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت. شافي في صدمة لعشاق النادي الكتالوني وجماهير برشلونة. لقد قال لهم، أكد المدرب تشافي هرنانديز في مؤتمر صحفي له وقال لهم إننا لا نريد أن نبني فريقا للمستقبل، لذلك سنقوم بصفقة تبادلية ما بين بروزوفيتش من الإنتر وكيسيه الموجود حاليا في برشلونة، فنعطيهم الصغير ونأخذ اللاعب الكبير بالعمر، لأننا نحن نفكر في أن نعيش اللحظة ولا نفكر في المستقبل. ووضح قائلا: انسوا الماضي عيشوا الحاضر. أعلن رئيس الفيفا انفانتينو أن فرض العقوبات على نادي برشلونة سيتم ابتداء من الشهر القادم، أنه سيتم فرض العقوبات على نادي برشلونة، والسبب أن برشلونة كانت نائمة طيلة السنة، وعندما لعب مرة واحدة أمام ريال مدريد قام باغتصابه، وهذا الشيء عندنا في الدين الإسلامي حرام، فعليكم بالعقوبات الإسلامية. أبو صلعة تنهاج صرح وقال: حضروا حالكم يا كبار، حضروا حالكم يا برشلونة. أكد تنهاج الهولندي الملقب بأبو صلعة البيضاء بأنه لم يرى زوجته منذ مدة، وذلك لأنه أراد نادي برشلونة قبل زوجته ليستمتعوا معهم باللعب قليلا. أكلنا خرح. ونبقى أعزائي المتابعين في القلعة الحمراء، حيث صرح تنهاج عن الدول البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال: نعم إنه أسطورة ولاعب عظيم وكبير، لكنه ذهب إلى النصر. فرد عليه دون قائلا: أنا ما بدي أزود عليك يا تنهاج لأن اللي حكيته عنك بكفي، بس أنا بدي أقول لك شغلة: طيبة قلبي مشكلتي، دمرت لي حياتي.
في مشكلتي دمرت لي حياتي. قد أكد النجم البرتغالي بيبي الذي يبلغ من العمر 18,000 سنة ضوئية، قال بعدما سألوه عن الكرت الأحمر في مباراته ضد فريق بعرف شو اسمه، حيث فسر قائلا وقال: اشتقت لأيام الخوالي مع ريال مدريد. نعم، إنني أشتاق لأيام ريال مدريد فأردت أن أتذكرها، فكسرت لاعبا لأتذكر تلك الأيام واللحظات الجميلة التي لا تنسى. لابورتا يحرج بيكيه على البث المباشر ويسأله: مع من تفضل النوم، مع ريال مدريد لأنك تعودت على ذلك أم مع شاكيرا؟ فرد بيكيه قائلا على تصريحات شاكيرا للإعلام أن هذه خلافات عائلية وأرجوكم لا تتدخلوا بها، وعشان هيك احنا بدناش نتدخل، هاي خلافات عائلية بدناش نتدخل فيها، هاي شرف وعرض وأبصر إيش، وحرام صراحة نتدخل فيها. أنا شفت كان على بيكيه كل واحد يحط حاله محله، بس ده كل شغله اللي بيكيه قبل ما أروح الله يرضى. قد تم الإعلان الحكم على داني ألفيس بالسجن من 4 ل 12 سنة في سجن برشلونة بتهمة الاغتصاب بعد الشكوى التي قدمت فتاة من جيل صغير ضد داني ألفيس التي تم اغتصابها من داني ألفيس. تم الحكم عليه بالسجن، لكن الغريب في الموضوع بنظري أن العالم كله كان شايف اغتصاب ألفيش لريال مدريد كل هالسنوات ولا حدا سأل عنه. ليش هسه بس معي صبية سألته عنه؟ إلى هنا أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين في كل مكان، تنتهي نشرة الأخبار لهذا الأسبوع، الأخبار الشهرية الأسبوعية، والله ماني عارف. إذا عجبتكم نشرة الأخبار أعزائي المتابعين، هي تجربة أولى أمام الكاميرا، تجربة أولى أمام نشرة أخبار كوميدية سريعة. إذا عجبتكم نشرة هاي الأخبار وبدكم نكمل فيها هاي المسيرة وكل فترة ننزل نشرة أخبار كوميدية سريعة، نحاول نخترع أخبار ونركبها على بعض، فدعمونا بلايك وشير ودعمونا بكومنت وتعليق حلو، وفضلا وليس امرا اشتركوا بالقناه. عندنا مباراه برشلونه ومانشستر يونايتد من قلب الملعب سنصورها ان شاء الله الشهر الجاي، وعندنا ايضا مباراه برشلونه وقادش، وحنحاول نعمل لقاءات مع اللاعبين ان شاء الله من قلب الملعب الشهر الجاي. دمتم بألف خير ونلتقي واياكم في نشرة اخبار قادمه. سلام الله عليكم.